والآل والصحب المزهزه الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جهدي بالخط جاهدت عبد والله 10 عوام بذكر الله من عام أيسس لعام الكسس وقبل الجميع عام أكسس فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بأعظم العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مولك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مرتغي لم يبق لي سوى نصيحة لمن عاصتهم لوجه مالك الزمن نباتكم معا على أن الجمل في سارد القيادة مات للأمل يوم مماتي موافق ممات شر العين كان خاسد الشمات أمات شيطان مميت بعد ما قارنني لأسس وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن معجزة لمرسل سواه قط وهو خير الرسل صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أدى العلي حسودي والطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما عصاه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير الرهب وسب بجاه المنتقى للأمة إخاصة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفعي وتغنيهم بك عن المعاصي وتفهم ضرر كل عاصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد أعوذ بالإله ذي الوجود من الشياطين وغير جود عص بربي ذي الوجود والقدم من كل ما يفضي لزلة القدم وجود ذي القدم والبقاء يعصم كل من الشقاء ثبا مخالفته تماثلا وقد كفاني ضر من تماثلا بمن له قيام بالنفس وجب آمنت إيمانا يقود للعجب الله موجود قديم باقي له الأراضي سبك الطباقي له تعالى صفات وحده 5 و6 قد بدت في الوحدة له 6 وأولى وبد نفسية ثابتة ومن تبت هاء بعيدها لدينا سميت سلبية أضدادها قد نفيت هاء لدينا سميت سلبية أضدادها قد نفيت أعوذ بربكم من اللعين فالله خير حافظ معين إلى الإله التجوا بالتوبة يسعدكم منكم بخيبة من دان بالإيمان والإسلام وكان بالإحسان ذا إتمام شفي من كفر ومن تفسق وشرك عبدا للجنان يرتقي هدى الإله في ذي الأشياء من هذا عصم من شقاء دوام ذي الثلاثة السعادة
جامعها ينال خرق العادة نفل قائد خروج القلب من كل كفر مؤمنا بالرب الفق النفوس لا سعي بلا خطا في ظاهر بلا خطا وغي بركة الإنسان إسلام الجميع به يفوز بقبول المطيع كرامة الولي أن لا يعصيها في ظاهر وباطن إن عصيها رضوان من ليس يزال أكرما فجاء من أراه وكرما ميلوا بما شكرت للإله كما به جاء رسول الله السرب بالكسر خطيء تعلم من النساء والظباء فعلموا ولقطيع من طيور وبقر وحمر وعن شياء استقر اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل بجاه ذا قبول ورضا